الجزئيه الاهم في هنا في حرب اكتوبر ما تصورش السينما زي ما قلنا، لكن سنه 74 في مجموعه من الافلام اتعملت زي ما قال الاستاذ محمود او ما قالش. في مسافر من الشمال مسافر الى الجنوب لسمير عوف، في نمره 6 خليل شوقي، ونمره 6 ده كاتب سعد وهبه، يعني كان في اسماء كبيره بتكتب الحاجات دي. صائد الدبابات خيري بشاره، جيوش الشمس شادي عبد السلام. فعندنا راس العش خليل شوقي تاني. اقصد اقول ان احنا عندنا الافلام دي محتاجه ترميم. موضوع الترميم الدكتور بيقول مكلف وما عادش زي الاول لسبب بسيط، ان احنا عندنا مدينه الانتاج الاعلامي فيها جهاز للترميم. بقت المساله ابسط، الفيلم يدخل من هنا يطلع من هنا سليم، مش ما عادش فيه بقى الشكل الديجيتال غير الدنيا كلها، وبالتالي حتى في الترميم برضو غير الدنيا كلها. فالفكره بس عايزه حد يكون عنده احساس بالمساله يحافظ على الحاجات. الافلام بتاعت المركز القومي للسينما كلها عايزه اعاده ترميم. يعني افلام اكتوبر دي بقى لها كام سنه؟ بقى لها 50 سنه دلوقتي، من 74 ل 24، 50 سنه. فمحتاجه تترمم، لانه فعلا انا عندي كل الافلام بس هي فعلا محتاجه تطلع الصوره بشكل احسن. لو رجعنا بقى يا استاذ معلش، احنا قلنا الارشيف في مشكله كمان تانية، ان الدوله مش عامله ميزانيه للارشيف. بمعنى ايه؟ ان المقتنيات اللي عند كل حد هم عايزينك تتبرع بيها. طب انا عندي حاجتي محافظ عليها، حاجه بابا، حاجه جدي، حاجه انا محافظ عليها، اديها لك ليه؟ ما اعرفش مين هيسرقها بكره. دي المأساة الحقيقيه بصراحه.